صدقني الجامعة مش شبه المدرسة خالص، ولو دخلت بنفس عقلية المدرسة هتضيع منك سنين عمرك. الفيديو ده هقولك على أهم النصايح اللي هتفرق معاك من أول يوم لحد ما تتخرج. لو كملت الفيديو للآخر هتخرج بخريطة كاملة تخليك مميز عن أي طالب تاني. هنقسم الفيديو ده لفقرات أو نقاط. فلو بدأنا بأول نقطة أو رقم واحد هي تغيير العقلية، مهمة جدا جدا جدا. وهي يعني ايه تغيير العقلية؟ تغيير العقلية يعني الجامعة مكان يعتمد على الحرية والمسؤولية، محدش هيجري وراك ولا هيحاسبك زي المدرسة. وكمان اللي بيعتمد على الحفظ بس هيتصدم في الجامعة. لازم تعتمد على فهم زائد بحث وكمان تطوير نفسك. لو هناخد مثال عشان تكونوا فاهمين اكتر، طالبين بنفس الاسم مع بعض، واحد بيعتمد على الحفظ بس وواحد بيتعلم يستخدم المصادر والنت. طبعا التاني هيكسب على مدار ال4 سنين في الكلية او ال3 سنين او السنتين ايا يكن عدد السنين اللي داخل فيها كلية. فهو ده اللي هيكسب في الكلية، لان الكلية انت بعدين هتبقى طالع عندك مصادر عارفها، معلومات فاهمها. عشان كده بنقول ان الكلية مش عايزة حفظ، عايزة فهم، عايزة بحث، عايزة تطوير، عايزة شغل على نفسك قوي. الفقرة التانية او رقم 2 هي ادارة الوقت. اخطر حاجة بتواجه طالب اولى جامعة وهي تضييع الوقت. انصحهم يعملوا جدول مرن مش صارم من 3 ل 4 ساعات مذاكرة يوميا تكفي قوي. ليه اختصينا الكلام بالذات عن ادارة الوقت بالذات لما تكون في سنة اولى؟ لان الطلاب بيكونوا نوعين، يا اما واحد طالع من تالت ثانوي مش عايز يذاكر خالص، ده غلط، يا اما واحد طالع من تالت ثانوي عامل جدول صارم جدا، وده لا، خلي جدول مرن عشان يبقى فيه ساعات لاشياء تاني كتير تكفي وقتك. لان احنا بنتكلم عن ادارة الوقت، ففي استغلال لاوقات صغيرة بتكون بين المحاضرات وفي المواصلات لازم نستغلها. اكتبوا في الكومنتس اعمل لكم حلقة كاملة عن الموضوع ده عشان بنسى بعض احيان. في نصيحة عايزين نوجهها للكل، يعني هي تعم الكل، في اولى جامعة، في تانية، في رابعة، اي حاجة، وهي انك تتعلم تقول لا. مش لازم تحضر كل خروجة وكل نشاط، لا خالص، مش لازم تحضر، قول لا. عشان كده بنقول اتعلم تقول لا. تالت فقرة معانا او رقم 3 وهي الصحاب والعلاقات. اختار اصحاب يشجعوك مش يكسلوك. اوعى تقع في فخ اللي هما اصحاب المظاهر او اصحاب المظاهر. ايه هما دول بيهمهم صور وخروجات، دول بعد عنهم، لان بجد مش هتطلع باستفادة منهم. خلي عندك من 2 ل3 أصدقاء حقيقيين بدل من 20 علاقة سطحية. ناخد مثال واقعي عشان تفهموا أكتر. ناس أو طلاب اتعرفوا على شلة تيك أواي وضيعوا أول سنة، في حين ناس ركزوا على تكوين علاقات نافعة وتخرجوا ناجحين. رابع فقرة رقم 4 هي المحاضرات والدكاترة. احضر المحاضرات المهمة حتى لو التسجيل موجود. وكمان حاجة مهمة وهي انك تقرب من الدكاترة بطريقة محترمة، ده ممكن يفتح لك فرص تدريب او مشاريع بعدين. وكمان اسأل وخلي عندك جرأة، محدش هيضحك عليك خالص. اقول لكم على نصيحة، وهي ان اولى جامعة هي افضل وقت تتعلم ازاي تسأل وازاي تقول للدكتور انا مش فاهم كذا او عايز كذا. تسأل يعني بمعنى الاصح. لو انت شخص بتخاف تسأل اتعلم في اولى جامعة، لو انت بتحب تسأل اتعلم في اولى جامعة. بجد اولى جامعة دي افضل وقت انك تتعلم تسأل الدكتور او اي حد عامة. الفقرة رقم 5 أو خامسا أو 5 عادي، وهي المهارات خارج الدراسة. الجامعة مش بس كتب ومحاضرات، لا، اتعلم مهارات تانية كتير. في مهارات اسمها المهارات الأساسية اللي هي زي الكمبيوتر، أو اتعلم لغة تانية وتحديدا الإنجليزي لأنه مهم جدا. واتعلم مهارة التواصل. ليه احنا بنقول ان احنا نتعلم مهارات؟ لان كل المهارات اللي انت هتتعلمها دي هتفرق معاك في السي في بتاعك. يعني لو هديكم مثال واقعي حقيقي يا جماعة، 2 اتخرجوا بنفس التقدير، يعني من نفس المعدل. واحد عنده مهارات جانبية جنب المعدل بتاعه، هو اللي هيتجبل في الشغل، مش الشخص ما هما 2 جابوا نفس التقدير، بس اللي معاه مهارات جانبية هو اللي هيتقبل عن اللي ما عندهوش مهارات.
6 أو الفقرة السادسة هي الصحة والعادات. وكمان اوعى تهمل نومك، أقل من 6 ساعات بانتظام هيدمر تركيزك. وحاجة مهمة انك لازم تلعب رياضة، وأبسط الرياضات تلعبها عشان تحافظ على صحتك وجسمك. وانك أبسط حاجة وهي انك تتمشى 20 دقيقة. وكمان ابتعد عن الأكل السريع لأنه بيسبب انك تكون تعبان طول اليوم وكسلان طول اليوم، فبعد عنه وخليك في الأكل الصحي. فقرة رقم 7 وهي استغلال الفرص. الجامعة فيها أنشطة، فيها منح، فيها تدريب صيفي، فيها أشياء كتير. حتى لو حضرت حاجة صغيرة قد كده هتفتح لك أبواب كبيرة جدا جدا. لو هنحكي عن موقف واقعي حصل، إن في طالب حضر نشاط صغير واتعرف على ناس في النشاط اللي حضره دوا واشتغل معاهم وبقى عنده خبرة قبل ما يتخرج. فقرة رقم 8 أو الثامنة أيا يكن، وهي أخطاء قاتلة اوعى تعملها. 1 المماطلة والتأجيل. 2 الغياب الكتير اللي يخليك مش فاهم حاجة. 3 الاعتماد على الملخصات بس. 4 انك تقارن نفسك بالآخرين طول الوقت. 5 تضيع كل وقتك في السوشيال ميديا. الجامعة مش مجرد دراسة، دي فترة بتبني فيها شخصيتك وحياتك كلها. اكتب لي تحت في التعليقات اكتر نصيحة حسيت انها لمستك، واعمل شير للفيديو ده مع اصحابك اللي في اولى جامعة. ابدأ صح من دلوقتي علشان تخلص وتقول انا ما ضيعتش وقتي في الجامعة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، استنوني في الفيديو الجاي وسلام.